الحقيقة ان انا كنت من فترة في مناسبة لطيفة جدا، وكان في ست لطيفة قوي كده جايبة علبة او شبه العلبة دي كده. كانت بتوزع منها على اللي موجودين، وكان من حظي ان انا دقت واحدة واستوقفتني كده، اللي هو ايه ده، ايه الطعم ده. وبعدين عدى وقت كبير جدا، يعني انا عجبتني قوي، وفي اليوم ده انا فاكره ان انا اتحركت، لان كان ناس كتير قوي طبعا، اللي بياخد تاني، ما كانش حد يعني قادر يمسك نفسه عن العلبه يعني. ف ف آه، اتحركت بصراحه، مدي ايدي تاني، ورغم ان انا كنت واخده يعني تقريبا على ما اذكر كانت وحده بيتي فور. وعجبتني قوي. يعني عارفين في حاجه كده في الحياه بتدوقها، طعمها ما بيروحش من بالك، يعني انت بتدوقها مره خلاص، هي الحاجه دي طعمها ثابت خلاص، انت ممكن تقيس بقى عليها بعد كده ان انت تدوق حاجه شبهها فتقول لا مش زي اللي انا دقتها قبل كده، لا، فهي دي هي دي. فالحقيقه انا من الوقت ده وانا اشتركت في صفحتها الحقيقه، وانا بحذركم ان حد يشترك في الصفحه دي، لانه هي حاله من التعذيب المستمر. انت تصحى الصبح تشوف صور، استغفر العظيم يا رب، يعني ما تقدرش تمسك نفسك غصب عن عينك، هتبعت لها رساله تقول لها عايز من الكلام ده. المهم فضلت وقت كبير جدا لدواعي الرجيم ولدواعي كتير، يعني ان انا مش هطلب، انا بس هتفرج من بعيد، بس لحد ما ربنا كتبها لي. يعني كنت واعده نفسي كمان، قلت لها في مناسبه معينه انا هطلب منها عشان كمكافاه ليا يعني. ف قبل ما المناسبه دي تيجي، فوجئت بهديه منها سبحان الله يعني. آه، فوجئت من بيت سلوى بهديه حلوه جدا، مش واحده بقى ولا اتنين ولا تلاته، انا جالي علبتين. فقلت والله ابدا لازم ادوقهم معاكم عشان تشوفوا المنظر وتنهاروا زي، يعني انا عايزاكم تنهاروا زي ما انا منهار. بس المنظر، بس ده سابلي بالمربى، انواع بقى، في بالمشمش، في باللوتس، في بالعين الجمل. الست ما قصرتش بجد، الست دي ما قصرتش معايا. فانا بصراحه حابه يعني اشارككم التجربه الفظيعه. كمان بعتت لي يا جماعه، انتوا متخيلين، تحس ان انت جاي من الجنه، بس كميه المكسرات اللي عليها فظيعه فظيعه أوي. عايزه اقول لكم ريحه مش طبيعيه، فظيعه فعلا. خليني ادوق معاكم. و الو، ماشي اوكي. بس انا هحكي لكم، اول ما بتفتح العلبه في ريحه حلوه قوي بتهف، يعني ده مبدئيا. ف وكان من ضمن التعليقات اللي قريتها على الصفحه بتاعتها انه ان العلبه بتيجي ما بتلحقش، يعني عبال مثلا ما الشريطه الحمراء الحلوه الجميله دي بتتفك، خلاص كل سنه وانتم طيبين يعني. فهي نفسها كانت عامله تحذير على الصفحه، اللي هو صفحه بيت سلوى، انه يا جماعه ما تطلبوش نصاص لان مش هتلحقوا. وفعلا يعني انتوا لو مجموعه وكل واحد مش هتلحقوا. حلوه جدا يعني، واحده بتجيب واحده وتجيب واحده وتجيب واحده. شوكولاته، يعني هي نفسها كمان حكت لي انه هي بتجيب نوع شوكولاته بلجيكي معين كده، يعني دقيقه قوي هي في المواضيع دي، مش اي شوكولاته، لا، حتى هي بتبان، يعني انت لما تدوق الطعم او انت لما تدوق الطعم، لا، باينه ان دي شوكولاته مش عاديه. دي مش اللي احنا بناخدها يعني لما بنجيب حلويات من بره او حاجه، لا مش دي. في افتر تيست كده بيرجعك عيل صغير. عارف، اول حاجه حلوه قوي كلتها في حياتك هي بترجعك بقى عند الحته دي، اللي هو ترجع بيك بالزمن.
لازم تشمشمها وانت بتاكلها، يعني لذيذه، يعني هي ريحه فظيعه وطعمه فظيع. قالت لي برضو على السر، قالت لي بستخدم زبده نيوزيلندي مش اي زبده. بقول لكم ده ايه يعني، بتفقع لي مرارتي، بس هي حلوه. هي عارفه هي بتعمل ايه، الست دي عارفه هي بتعمل ايه. خش على السبليه بقى. كان عندي فضول اكل سبليه باللوتس، يعني هو عاده بيبقى بالمربى او بالنوتيلا. لازم تشمشمه قبل ما تاكله، دي نصيحه. الله يسامحك. مش عارفه اتكلم، يعني هو حلو قوي. بجد حلو قوي. الناس اللي عامله رجيم يا جماعه ما تطلبوش منها. مش هتقدروا. قاتله. بس ارجع واقول لكم الرجيم ايه اللي نعمله احنا في مصر يعني. نبقى في مصر ونعمل رجيم حرام. واحد ملوش غير اللقمه اللي بياكلها، مش وقت الانبساط في طعم يعني لذيذ زي كده. يعني لازم ننبسط، انا هنموت؟ لا ما نموتش، ننبسط. محمود درويش كان له بيت شعر بيتكلم عن القهوه ان هي بتشرب بالراحه. لا، حلوياتها، حلويات بيت سلوى يتاكل بالراحه، يعني مش جامد، لا مش بسرعه، بهدوء بتأني تنبسطوا. الجو ورا بعض ورا بعض، لا. لا لذيذة، لذيذة أوي. هي حاطة حاجة وأنا عايزة أبقى أسألها إيه بره الوصفة، يعني هي حاطة حاجة من عندها كده مخليه فيه طعم، لا مش شبه السبليه اللي بره. ده هنا بقى عين جاب يعني مش عارفة بيسموها ايه القاعدة دي، وجواها اسمه ايه، اكتر حاجة بحبها في حياتي كراميل، كريمة كراميل، وعليها عين جمل اللي انا برضو بحبه قوي، يعني هي عاملة توليفة فظيعة. كانت بتقولي ان هي لما اختها جت تتجوز آه، وجم يدوقوا معلش انا معاكم بس يعني مشغولة بقى. جم يدوقوا الاكل اللي هم يعني او الحلويات من محلات عشان يطلبوا لاختها يعني، وما عجبهمش. هي ومامتها عشان مامتها برضو نفس الشطرة، ما عجبهمش الطعم والخامات والكلام ده، فاضطروا ان هي يدوها لحد يعملها من البيت. فكرة الهوم ميد، انت حلوياتك او نوع من حلويات معين انت بتحبه او ما تعرفوش حتى وعايز تجربه معمول هوم ميد، مختلفة تماما عن حاجة معمولة في المحلات بيتعمل منها كميات فظيعة. لا دي حاجة تبقى معمولة يعني كاستمايزد ليك انت، بطريقة لطيفة وبحب. هي نفسها هي شعارها بيت سلوى، انه كل حاجة معمولة بالحب بالانبساط. وهي نفسها بتقولي لما بخش المطبخ بفصل، بحس ان انا واحدة تانية، ودي اسعد لحظات حياتي. وهي فعلا معظم الوصفات اللي جربتها هي دخلت عليها حاجات خلتها فعلا طعمها حلو يعني. حتى هي الوصفة حلوة، هي بقى جودت، بس جودت بقى بطريقتها بروحها لا. كده. مش قادرة اتكلم. حلو قوي. لو عندكم مناسبة، اي حد عنده مناسبة او من غير مناسبة، انا بشوف ان الحلويات دي بتطلب في حالات الاكتئاب، يعني انت متضايق زعلان عندك نصيب اطلب حاجة حلوة، اصل مش هتبقى الحاجة الوضع وحش والطعم وحش، يعني محتاجين حاجة تصلح. يعني لو انت عايز تصلح نفسك بجد يعني بيت سلوى بلا تردد بجد. إيه، خامات فظيعة، حاجة معمولة بنظافة، اصلا انت لو دخلت على صفحتها تشوف منظر مطبخها عامل ازاي، مش بقى انت ما تبقاش قلقان بقى دي اتعملت ازاي، الحاجة كانت نظيفة ولا وحشة. ست قمة في النظافة واللطف والظرف والحب، بتعمل حاجة
بروحها باينه باينه. بقاء في الله في الرجيم مش مشكله، المهم ننبسط. بس هو ده اللي كنت عايزه اقوله النهارده. شكرا بجد. انا مسميها الساحره سلوى، ان هي عامله سحر فعلا، عامله حاجات حلوه قوي. اللي يجربها يقول لي يقول لي يديني الفيدباك، عشان بجد عندي فضول اشوف بقى الفيدباك لما الناس تجرب الحاجات من بيت سلوى، يشوفوا اللذاذه بقى، الحلاوه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. وانتوا عارفين ان انا ما برشحش حاجه غير فعلا لما اكون مجرباها وفعلا فعلا مبسوطه منها، مش اي حاجه كده وخلاص. بس ارشح لكم بيت سلوى بقوه بقوه.